مصر معروفه الدنيا كلها. فين السكر؟ السكر اهو. احنا خدناه اهو حضرتك، السكر جوه بس عادل يطلعه، هيروح المصنع وهيتنضف هيطلع لنا السكر واحلى سكر، وان شاء الله السنه الجايه نكون زارعين 150 السنه دي، السنه الجايه نزرع 400 فدان، واللي بعدها ان شاء الله والخير هيكتر وهيعوم على الفلاحين، والفلاحين هتبقى اغنى ان شاء الله الاغنياء ان شاء الله. ان شاء الله. ده مش بنجر، ده عيال قاعده في الارض، لا مؤاخذه الله اكبر، عيال قاعده في الارض مش بنجر، عيال صغيره اهي. كام كيلو؟ 6 كيلو. هو العيال بنولد قد ايه؟ 3 كيلو دي 6 كيلو عيلين، وان شاء الله السنه الجايه نكون زارعين 150 السنه دي، السنه الجايه نزرع 400 فدان، والخير هيكتر وهيعوم على الفلاحين، والفلاحين هتبقى اغنى الاغنياء. محصول بنجر السكر محاصيل الوعده اللي الدوله بتستهدفها. احنا كمصنع الشرقيه للسكر بنستهدف توسعات مصنع السكر او مصنع البنجر يتوسع في الاراضي الجديده في الشرقيه، محافظه الشرقيه ومحافظه اسماعيليه. اليه التواصل الاول من المزارع مع المصنع له مكاتب منتشره في اكثر من 8 او 9 محافظات، موجوده تقريبا في كل مركز اكثر من مكتب. المزارع اللي راغب في زراعه البنجر بيتواصل مع المكتب، لو مش عارف يوصل مكان المكتب فين او مش عارف يوصل له بيروح الاداره الزراعيه اللي تابع ليها، عن طريق الاداره الزراعيه بيتواصل مع الاداره، والاداره بتتواصل معانا، بننزل للمزارع بنعين الارض اللي هي مستهدف زراعتها، بنعمل التعاقد مع المزارع، بنديله الارشادات ازاي يخدم وازاي يبدا تجهيز ارضه، بنبدا ننزل له على ميعاد الزراعه، بننزل نديله التقاوي المدعومه طبعا، التقاوي في العروه الاولى بالدعم، بنديله ارشادات الزراعه، بنديله بعد كده المبيد الحشري اللي يقاوم بيه عشان زارع في العروه المبكره. احنا مع المزارع النهارده بنوريه ازاي يحصد، بنوريه ازاي يورد محصوله باعلى نسبه نظافه، عشان الكلام ده له حافز عليه. ده بيختصر المحصول. طبعا على مدار سعر الطن تقصد حضرتك متوسطه النهارده حوالي 2500 جنيه، انتاجيه النهارده مع المزارع ده من 20 ل 25 طن. افضل الاصناف اللي بناخد منها السكر هي احنا عندنا تقاوي عديد اجنه، حاجه اسمها عديد اجنه وحاجه اسمها وحيد اجنه. الصنف في اصناف كتير حسب الشركات، لكن كله في النهايه هو بذور بنجر.